السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير متابعين الفخمين الجميلين الحلوين. يا هلا وسهلا فيكم وحياكم الله في القصة اللي وعدتكم فيها، قصة جن. نعم حبايبي الغالين، اليوم عندنا قصة جن. عنونت لهذه القصة بقصة البنت والجني سمسير. نعم سمسير، الله يكفيني وياكم شره، مليان شر مليان شر سمسير، ها؟ لكن يا رب اننا نتوفق في نقل هذه القصة. حبايبي الغالي، القصة هذه حدثت في احدى دول الشام، دولة من دول الشام بدون ذكر اسمها، وما هي قديمة جدا، ما هي قديمة، تقريبا في النص، لا هي قديمة ولا هي حديثة. القصة هذه أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلوبنا وأن نستفيد منها فائدة عظيمة. لكن قبل أقولها لكم اذكروا الله، صلوا على رسول الله، لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. القصة حبايبي الغالين، هذه بنت عمرها تقريبا 9 إلى 10 سنوات. البنت هذه تدرس، ولكن من حرص أمها عليها إنها ترسلها بعد المدرسة، يعني بعد صلاة العصر تقريبا ترسلها إلى معلمة ثانية خصوصي تدرس عندها وتتعلم حتى بعد المغرب، ثم ترسل أحد إخوانها أو أحد أقاربها، إذا كان ما في أحد من إخوانها يروح يجيبها، لأنه خلاص يكون ظلام الليل ومسافة البيوت عن بعضها، بيتها وبيت المعلمة هذه يعني مسافة شوية بعيد شوي، وتحتاج أحد من إخوانها، وفي الليل تخشى على بنتها من شباب يطلعون لها كذا ولا كيف، ترسل أخوها يجيبها، وهذا هو الشيء الصح. في يوم من الأيام طالت حماركم، وراحت البنت كالعادة من بعد صلاة العصر للمعلمة، ودرست عند المعلمة هذه، حتى إنه جاء بعد المغرب خلاص الليل أدوى، ما عاد فيه، تلبس عليهم الظلام، ما عاد أحد يروح ولا عاد أحد يجي. قامت الأم إلا ولدها محمود موجود، عندها ولد اسمه محمود، ولدها محمود وعنده ولد خالته. قالت يا محمود خذ ولد خالتك وروحوا جيبوا فلانة اللي هي بنتها اللي تدرس هذه عند المعلمة، روحوا جيبوها. قال طيب ابشر يا أمي. المهم أخذ ولد خالته وراحوا. يا جماعة الخير، في طريقهم يمرون على مقبرة. المقبرة هذه يمرون من سوار المقبرة هذه حتى انهم يعبرونها، ثم يجي بيت المعلمة وياخذون اختهم ويرجعون، وهكذا هذا طريقهم. المهم راحوا تعدوا المقبرة وراحوا لبيت المعلمة هذه واخذوا اختهم وجو راجعين. بعد ما جو راجعين يا جماعة الخير، وقربوا من المقبرة إلا ويسمعون صوت عالي. الصوت هذا حبايبي الغالين معروف بالذات عند محمود يعرف الصوت هذا جيدا. صوت من؟ صوت أمه يا جماعة الخير. أمه تصيح وتستغيث فيه هو ولد خالته، يا محمود يا محمود يا محمود الحقني يا محمود يا محمود. المهم ولد خالته وقف محمود منبهر ما يدري والصوت منين جاء، صوت أمه. قال له ولد خالته يا محمود أمك يا محمود، خلنا وين الصوت؟ إلا الصوت ينبعث طوال العمار من المقبرة نفسها. دخل المقبرة محمود ولد خالته واختهم الصغيرة عمرها 9 سنوات تمشي خلفهم، وصاروا يدورون في المقبرة، يدورون، والصوت ينادي مرة ومرة يختفي، يدورون في المقبرة صوت أم محمود، إلا والله ما حصلوها واختفى الصوت شوي، إلا ويسمعون صرخة من تتوقع أخوي الغالي أخت الغالة؟ صرخة أختهم اللي عمرها 9 سنين. فزعوا مباشرة البنت ما مشت وراهم، وقفت في بداية المقبرة وهم صاروا يدورون، إلا والصرخة جاية من جهة المكان اللي دخلوا معه. رجعوا مسرعين محمود وولد خالته حتى أنهم وجدوا البنت. وش فيك؟ عسى ما شر، وجدوا البنت طايحة. قالت طلع علي رجال كبير في السن، لحيته طويلة، جاء بيمسكني هذا الرجل الكبير، كهل كبير في السن، قصير القامة، طويل اللحية، بيمسكني. صرخت ودخل في الجدار. يوم صرخت دخل في الجدار، هذا الرجل دخل في الجدار هذا، تقصد سوار المقبرة يا جماعة الخير. أخذوا بدت تناديهم الأصوات من كل مكان، عرفوا أن الأمر فيه سكن، الأمر فيه جن، الأمر ما هو طبيعي.
الامر ما هو طبيعي، الاصوات صارت تجي من كل مكان، لازم انهم يطلعون. عرفوا ان صوت الام خدعه من الجن، اتضحت الامور. انا قلت يا جماعه الخير سوار ولا قلت سور، المهم سور المقبره يا جماعه عشان ما حد يصيد على شيء. خلي اضحك عشان ما تنشد اكثر. اخوي الغالي ابيك ترتاح، ما بيك تخاف. المهم يا جماعه الخير، صاروا يمشون محمود ولد خالته اخته في الخلف، اخته في الخلف، اتفقوا انهم يمشون وما يلتفتون. ليش ما يلتفتون حبايبي الغالين؟ لانهم وهم ماشيين صاروا يسمعون اصوات تزهمهم، واصوات تناديهم، واصوات تشكلهم بناس يعرفونهم، زي ام محمود، زي احد يعرفونه، احد اقاربهم. صارت الاصوات تلج عليهم، حتى انه وصل الامر ان يجيهم رمي حجاره. فاتفقوا انهم ما يلتفتون، لازم يمشون وما يلتفتون عشان ما ينضرون. محمود وولد خالته يعرفون ان لو التفتوا شذ الجن تلتفت تخاف منه. الله يكون في عونك. كانوا يمشون والاصوات مستمره، لكن جاء صوت يا جماعه الخير، صوت يهز الارض، صوت رجال باين عليه من الصوت انه رجل كبير في السن. صوت صوت كبير يا جماعة الخير. صوتهم انفجعوا منه محمود وولد خالته. لكن وش اللي حصل يا جماعة الخير؟ انه بعد ما جاء الصوت هذا صوت كبير، التفتت البنت التفتت يا جماعة الخير. وبعد ما التفتت البنت سمع محمود صيحة اخته. علم يا جماعة الخير محمود بعد ما سمع صرخة اخته، علم انها التفتت، علم خلاص ما في خيار. اختي صرخت خلاص، فالتفت هو ولد خالته التفتوا، الا واخته طايحة. الاصوات هدت، ما في عاد اصوات، ما في رمي حجارة. شالوا البنت محمود ولد خالته، شالوها بينهم وعلى البيت. دخلوا على البيت على امه وعلى اهله، وقالوا اللي صار 1 2 3 4. حكوهم بالموضوع وبالسالفه اللي صارت كلها، وعرفوا ان الابناء تعرضوا للجن. طيب وش الحل يا بريك؟ وش صار في البنت مغمى عليها، صاروا يقرون عليها وصحت، لكنها ما تعلم عن اي شيء. فصاروا يعرضونها على رقاه، يرقونها مسكينة يا جماعة الخير، يرقونها بالقرآن. يا جماعة الخير استمرت رقية هذه البنت، رقية تخيلوا انها بنت ما هي بصاحية. تخيل، الله يعافيني وياكم اخواني الغالين، ما هي بصاحية مرة، ولا تذكر شيء، ولا تعلم عن شيء، ما تعلم عن شيء من بعد صرختها في المقبرة وطيحتها واغمى عليها انها ما عاد تعلم عن شيء. واهلها معها يودونها ويعرضونها، وكل ما ذكر لهم شيخ يقرا ودوها شيخ يقرا، حتى انهم ثبتوا على احد المشايخ والمدة 2 شهر. تخيلوا يا جماعة الخير 2 شهر وهي تقرا يوميا تروح يودونها أهلها ويقرأ عليها. وبعد 2 شهر ينطقها الله سبحانه وتعالى الذي ينطق كل شيء. أنطق الجن اللي معها وتكلم، طلع جني شيطاني ما هو مسلم، واسمه سمسير. نعم حبايبي الغالين، يقول أنا اسمي سمسير، ما هو مسلم، كافر، لكنه يشتكي من البنت واخوها وولد خالتها. يقول ازعجوني، يقول انا ساكن في هذا المكان، يقصد المقبره. ازعجوني، يرفعون اصواتهم، يضحكون ويتكلمون. يبدو وهم رايحين محمود وولد خالته، يعني كانوا مارين من سوار المقبره، ما كان في اي دعاء ولا كان في اي ذكر ولا كان في اي شيء، وكان صوتهم عالي وبضحكاتهم. وهم راجعين ايضا يعني وقت مغرب وبعد صلاة المغرب، يبدو انه من هذا القبيل. تشكلت لهم الامور وتشكلت لهم الاصوات. المهم ان الله سبحانه وتعالى قدر الشيخ اللي كان يرقيها عليه بالقرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى، اخرج سمسير من البنت، ورجعت لوضعها الطبيعي بعد معاناة 2 شهر.
رجعت لوضعها الطبيعي واستمرت الحياة ولا حد سأل. جماعة الخير الغريب ما حد سأل البنت وش صار عليك، والبنت ما علمت وش اللي صار. أنا أقول لكم وشلون جتني هذه القصة. استمرت البنت بدراستها، أمورها زينة. البنت عمرها الآن يا جماعة الخير تقريبا 25 أو 26 27 سنة، في هذا الحدود. المهم ان البنت الآن متزوجة وعندها أبناء. سبحان الله انتشر لي مقطع قصص جن عند رجل صار يتابعني في قناتي في اليوتيوب، صار يتابعني في السراب. تذكر القصة اللي صارت له. من اللي يتابع؟ ولد خالة محمود، ولد خالة البنت، أول اللي نقل لي القصة. هو صار يقول والله على ما أقول شهيد، والله على ما أقول شهيد يا أبو علي، إن هذه القصة حدثت معي أنا ومحمود ولد خالتي وبنت خالتي. وش سوى محمود ولد خالة محمود عفوا، الرجل اللي نقل لي القصة، يقول أنا سمعت لك مقطع وسمعت واحد من الرواة فلان آدم من الناس من الرواة يقول قلت يا ولد القصة اللي صارت معنا القصة. يقول لا والله إني ما أذكر إنا نشدنا بنت خالتي وش صار معها يوم صرخت وش صار معها. يقول وانا اعرف انك دقيق. يقول قمت ورحت واتصلت على بنت خالتي، يقول والله انها متزوجه وعندها ابناء. يقول اتصلت عليها قلت يا بنت خالتي تذكرين هذاك اليوم هذيك السنه اللي انت تعبت اللي مده شهرين وانت تعانين وانت صغيره عمرك 10 سنوات 9 سنوات؟ قالت اذكر. قلت يم طحتي يم صرختي وش كنت وش اللي جاك؟ وش اللي جاك؟ اسمعوا القصة يا جماعة الخير وهذه زبدة. سبحان الله العظيم. وش اللي صار لك؟ ايش اللي خلاك تصرخين اصلا؟ قالت سمعت الصوت الكبير اللي انتم سمعتوه، صوت الرجل الكبير. هذا الصوت هو صوت الرجل اللي جاني في البداية يوم صرخت وانتم جيتوني. هذا هو صوته، هذا هو صوت الرجل الكاهن الكبير. تقول ما استطعت اني ما التفت. تقول فالتفت. انت لا تلتفت اخوي الغالي، خليك مركز بي لا تلتفت. تقول التفت وليتني ما التفت. وش حصلتي؟ قالت التفت وشفت لي رجل يجري جاينا جاي يسعى ورانا، لكن الرجل هذا ما عليه جلد. الرجل هيكل عظمي عظام تسعى. تقول ما تحملت المنظر اللي انا اشوفه، صرخت واغمى علي. طيب بعد ما اغمي عليك وش صار؟ تذكرين شيء؟ قالت ما اذكر شيء خلاص انا رحت في عالم اخر. عالم آخر. وش العالم هذا؟ قالت ما أقدر أتكلم لكن اللهم لك الحمد والشكر والمنة. طيب علميني وش قالت ما أقدر. يبدو أنها كانت يعني مع الجن، جني صبحها وجني يمسيها وسمسير هذا ما خلاها بهالظاهر لا ديرة ولا ضلع ولا بطن وادي زي ما يفعلون الآن في بعض الناس، نسأل الله السلامة. اللي تلقاه لا يمسي ولا يقيل ولا هم مع أهله ونسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، قولوا آمين. هذه القصة يا أبو علي نقلها لمتابعينك. قلت أبشر بالسعد على سلة السيف. عندك اعتراض؟ من اللي عنده اعتراض يقول أنا. حبيبي الغالي اختي الغالية، هذه كانت قصتنا اليوم. أنتم تعرفون أخوكم وش يهمه في كل قصة يقولها سواء كانت جن أو غيرها. يهمني الجوهر، الفائدة. أنا طلعت لكم من هذه القصة فائدتين بالإضافة للفائدة الرئيسية في كل قصص الجن اللي هي أذكارك أخوي الغالي اختي الغالية. تحصن بأذكارك الصباحية والمسائية مع حسن الظن بربنا الكريم ونبشر بالخير. خلاص. الفائدة الأولى أسألك أخوي الغالي اختي الغالية، متى تذكر متى آخر مرة مريت من عند سوار مقبرة اخوانك مسلمين في المقابر ثم قلت السلام عليكم دار قوم مؤمنين انتم السابقون ونحن لا، ثم دعوت لهم ثم مشيت او ذكرت الله؟ متى يا جماعة الخير؟ احنا في زمن والله العظيم مخيف يا جماعة الخير. الموت ما عاد صار يعني لنا شيء.
ما عاد صار يعني اني شيء اخوي الغالي اختي الغاليه. ما عاد صار. الكل الا ما رحم ربي، الكل يا جماعه الخير. الناس يا اخي اذكر والله اذكر يا جماعه الخير ان يعني نحصل زمان حادث قدامنا متوفين، يا اخي عيوننا مشان نرعى نرتعد صدق اخوي الغالي نرتعد، ولا جو قالوا فلان مات ولد فلان مات، ولانك تعرف يا ولد ماسك راسك تقعد اسبوع كامل وانت خايف. الحين يا ولد تطلع من المقبرة ثم تروح تطق بلوت 4، تطلع من المقبرة ثم تروح لمناسبة ثم تعارض ثم انت ترقصين، يا ولد ما عاد صار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالموت واعظا. صلى الله يا جماعة الخير لازم نراجع انفسنا قسم بالله العظيم، ما عاد صار يعني لنا. لذلك ما عاد صرنا نذكر الله وحنا مارين مع المقابر. هذا اللي اذا مريت اذكر الله وادعوا لاخوانك المسلمين. فائدة ثانية اخوي الغالي اختي الغالية، لا تمل اخوي، خاصة يعني للمرضى، خاصة للمرضى اللي يعني يتعالجون بأعظم علاج بأعظم دواء اللي هو كلام الله سبحانه وتعالى. تجد يعني المريض يزهق وكذا واحيانا يمل يعني اذا راح الرقاه او انه يرقي نفسه. هذا الافضل انك ترقي نفسك، الافضل تراك ترقي نفسك، والافضل انك تدعو لنفسك. ادع أنت بنفسك وارقي نفسك واطلب الله وافتقر إلى الله وابشر بالخير. لا تمل اصبر شهرين. البنت هذه وهم كل يوم رايحين مودينها الشيخ يقرأ عليها، فلا تمل وادعو الله سبحانه وتعالى. واسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الساعة المباركة وليلة الجمعة أن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. قولوا آمين. هذه كانت قصتنا، إن رأيتوا فيها فائدة منشنوا فيها غيركم حبايب الغالين. آسف على الإطالة، في أمان الله.